النهارده لما هنيجي نتفرج على الماتش لو قسمناه على فترات. النادي الاهلي مثلا لو هنتفرج على اول نص ساعه من الماتش، لا الاهلي كويس، الاهلي بيهاجم، الاهلي فاتح خطوطه بشكل كويس، مش باين الثغرات اللي في خطوطه. لان احنا على مدار الماتشات اللي فاتت كنا دايما بنشوف ان في مشكله ما بين خط الوسط وخط الدفاع وخط الهجوم، ان مفيش ترابط ما بينهم. واللعيب اللي المفروض ان هو بيربط ما بين الثلاث خطوط ده، اللي هو دلوقتي في الاهلي بيتمثل في محمد مجدي قفشه، او لما ساعات بيلعبها برونو سافيو، الاثنين مش موجودين. الاثنين لما بيلعبوا 10 ما بيأدوش اللي بيتطلب منه المركز رقم 10، انت ما بتأديش فيه. انت النادي الاهلي عنده مشكله بقاله فتره طويله جدا 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 في موضوع اللعيب اللي بيربط ما بين الثلاث خطوط. محمد مجدي قفشه هو من ساعه ماتش القرن او نهائي القرن هو عايش عليه. انا ما شفتش محمد مجدي قفشه بيضيف للنادي الاهلي اي حاجه من ساعه الماتش ده. حتى الحاجات اللي كان مميز فيها بقى بدأ يفقدها واحده واحده. انا مع احترامي ليه، يعني انا لما يبقى عندي صانع لعب في النادي بحجم النادي الاهلي، كل اللي بيعمله في الملعب انه بياخد الكوره ويقعد يلف حوالين نفسه، يبقى هنا في مشكله. المشكله كمان ان انا لما اجي اتفرج على الماتش كتوتال، الاقي ان صانع لعب النادي الاهلي بيعمل على مدار الماتش فرصتين او ثلاثه بس، وممكن ما تكونش فرص خطيره، يعني مش بيوصل الفيرود مثلا للجون مباشره. زائد ان احنا على مدار السنتين او الثلاث سنين الاخرى كنا دايما بنشوف ان الاهلي عنده مشكله في الشق الهجومي، دايما الاهلي عنده عقم هجومي، بس كانت بتتحل يا اما بمهاره فرديه يا اما بالاوفرات اللي كان بيعملها مثلا الباك رايت او الباك ليفت، سواء محمد هاني سواء اكرم توفيق سواء علي معلول. هنا كنت بتبدا تداري على العقم الهجومي اللي انت عايش عليه بقالك 3 سنين. وكل سنه بنقول الاهلي هيدعم، الاهلي هيجيب لعيبه، الاهلي هيغير من شكل المنظومه، وبرضه ما بيحصلش حاجه، ما بنجيبش لعيبه، ما بنغيرش من المنظومه. المنظومه بتفضل هي، بنغير مدربين، بنجيب لعيبه على المدربين، بنقول ان فلان فشل، موسيماني فشل، سواريش فشل. حتى كولر قلنا بدانا نصفه ان هو فاشل، ان هو مش عارف يتعامل مع التيم اللي موجود تحت ايده. بس هنيجي نشوف مثلا تصريح كولر النهارده لما طلع بعد الماتش، قال لك انا مفيش ولا مهاجم من اللي عندي اقنعوني. الراجل عنده 3 مهاجمين، والثلاثه المفروض ان هم مهاجمين تقال، واحد زي محمد شريف اللي عايش على الموسم اللي عمله لما خد فيه هداف الدوري وكان هداف بطوله افريقيا. من يوميها محمد شريف ما جاش، من بعد بالظبط البطوله العربيه وبعديهم افريقيا لما كيروش كان مريحه شويه هو نفسيا وقع. انا يعني ايه مهاجم الاهلي الاول لما يحصل له دروب في بطوله خلاص وقع. نيجي حسام حسن، كانت صفقه انت عملت عليها ضجه وعملت مشاكل مع غريمك التقليدي اللي هو نادي الزمالك، وكان في تنافس ما بين الاهلي والزمالك على الصفقه، ورحت جبتها تقريبا بحوالي 30 مليون جنيه وبرضه فشل، فاقد الثقه في نفسه. اخر صفقه الاهلي جابها في خط الهجوم كانت شادي حسين. حتى شادي حسين من كتر ما هو ما بقاش بيلعب وحس ان رجله بعدت عن الملعب فشل، وانت حكمت عليه ان هو مش قادر يلعب او ان هو مش قادر يدي الكره في الملعب. تحركاته ما بقتش هي تحركاته. انت تشوف النهارده لمسته، لا شادي مهاجم كويس، لمسته كويسه جدا، تحركاته كويسه جدا، انما هو المهاجم عشان يديك المجهود بتاعه وتستفيد منه جوه ال 18 هو محتاج ماتشات كتير. هو الراجل بقى فاقد للحاسه التهديفيه، هو ما بقتش عنده الحاسه التهديفيه، هو اوريدي بعيد بقاله فتره. الاهلي على مدار الماتش عنده مشاكل كتير كانت بتتدارى بفكره ان الاهلي طول الماتش كان بيلعب ضغط عالي. ماشي، الاهلي لما بيلعب ضغط عالي بيحط الفرقه الثانيه في نص ملعبها وبيضطر يستنزفها بدنيا، فيعرف يلاقي ثغره او ثغرتين يخترق منهم. النهارده الثغره او الثغرتين اللي حتى لما الاهلي وصل كانوا بيضيعوا، الفرصه او الفرصتين اللي اتخلقوا على مدار الماتش ضاعوا. لما جالك بلانتي، انت جالك بلانتي من كره ميته. انت لولا ان كريم فؤاد حاول على الكوره وراح ولعب واحتك وضغط جامد كانت هتموت، كانت خلاص طالعه. انا اعتقد ان لو كان اي لاعب تاني غير كريم فؤاد في الكوره دي ما كانش هيعمل كده. هو الراجل عرض نفسه انه ممكن يتصاب، حط رجله، خلى الراجل يدوس على رجله بدل ما يدوس على الكوره، بالتالي جاب لك بلانتي. بس انت لحد امتى هتفضل كل ماتش بتدور على بيرن، بتدور على تعرف ان انت تعدي من ثغره؟ ما انا لحد امتى؟ ما هو ما فيش فريق في الدوري المصري هينزل بيلاعب النادي الاهلي هيفتح خطوطه، لانه عارف لو لعبك بخطوط مفتوحه هو هيهاجمك، بس في نفس الوقت انت هتجيب في جون واثنين وثلاثه، لان انت برضه عندك لعيبه بتعرف تستخدم مساحات. طب اللعيبه دي مفيش مساحات، خلاص كده النادي الاهلي عطل، النادي الاهلي مش بيعرف يوصل للجون، النادي الاهلي ولما بيعرف يوصل الجون اللي قدام منه بيتحول لسوبر هيرو. ليه؟ ما تقنعنيش ان هو جامد عليك انت بس ومش جامد على بقيه الفرق الدوري، لا، هي الفكره كلها ان انت لما بتروح في رعونه، يعني انت ما بتقدمش اللي يخلي الجون ده يخاف. معلش انت بتروح تشوط في نص الجون، بتروح تشوط في الحته اللي الجون واقف فيها،
انت النهارده مثلا حاولت تستغل، او كولر حاول يستغل فكره ان انت بقالك فتره طويله مش بتشوط من بره ال 18، ما عندكش لعيب رجله تقيله على الجون، فبدا يدي تعليمات للفرقه وللعيبه ان معلش جرب من بره. بدانا نشوف محمد هاني بيشوط كوره واثنين وثلاثه، انت ما حدش عامل لك خطوره النهارده غير اثنين، محمد هاني وحسين شحات. وحسين شحات لما وقع بدنيا ما بقاش فيه خطوره خلاص. حتى برونو سافيو مركون على الخط طول الماتش، عطل علي معلول نهائي نهائي. ما بقاش فيه اي اختراقات من علي معلول او ان هو يطلع من وراه، لان برونو بيقف على الخط ما بيلمش. طب انا جايبه ليه؟ يعني انا جايب لعيب برازيلي عشان يقف على الخط يقعد يعمل كده ويحنكش على الكوره وبعد كده يبصيها؟ طب انا عايزك تلم وتعدي، انا عايزك تخترق، عايزك تعدي مثلا على قوس 18 وتحط كوره من بعيده. مفيش، كل ده مفيش. حتى الميزه اللي كان بيمتازها علي معلول ان هو الجناح بيضم عمق الملعب، وبعديها علي معلول جاي طالع من ظهره ويعمل كروس تعمل خطوره، كل ده كان واقف النهارده. ليه؟ لان برونو ما كانش كويس. طب ضمه لعمق الملعب، انت كنت لما تتفرج على برونو في عمق الملعب، هو الراجل كورته حلوه بس مشكلته بطيء، فلعبه جناح مش منطقي. انا كورتي حلوه وبطيء، خلاص هلعب في عمق الملعب، هقدر اطلع لك ثرو اتنين. النهارده برونو لما ضم شويه عمق الملعب طلع لك كورتين وصلتك للجول. تعالى بقى بص لحاجات تانية زي نص الملعب. فين نص ملعب النادي الاهلي؟ النادي الاهلي بقاله 4 ماتشات بيلعب من غير نص ملعب. النهارده لولا وجود ديانج ما كانش هيبقى في نص ملعب للنادي الاهلي، مع احترامي لكل نص ملعب اللي في النادي الاهلي. وانا مش مقتنع بفكره ان اصل في اجهاد، اصل اللعيبه تعبانه. اجهاد احنا في اول 7 جولات من الموسم، ده استحاله يكون اجهاد. كده في حاجه غلط يعني. طب هل اللعيبه دي شبعت؟ هل اللعيبه دي مش عايزه تلعب كوره تاني؟ ده عمرو السوليه ماشي، الناس كلها بدات تتكلم انه عنده مشاكل، ان بنته تعبانه وان بنته داخله عمليه، خلاص عمرو السوليه كان على جنب. حمدي فتحي فين؟ حمدي فتحي فين لما انت جبته كان احسن ارتكاز في مصر؟ هو راح فين؟ حمدي فتحي دوره ايه في الملعب؟ حمدي فتحي النهارده الاهلي كان بيلعب 4-1 حمدي فتحي كان بيضم جنب قفشه في عمق الملعب، لا مش بتاعته، ما كانش عارف يعملها. بالعكس كان مبوظ لك الدنيا، وفي نفس الوقت كان ظهرك مكشوف. انت النهارده اي كوره كانت بتلعب عليك كاونتر اتاك انت عليك خطوره. اي كوره الاهلي بيبقى ضاغط رامي في الفرقه الثانيه حطها في نص ملعبها ضاغط ورافع خط دفاع ورافع لغايه نص الملعب، اي كاونتر اتاك عليك بخطوره. والخط الدفاع بتاعنا ما شاء الله كله بيقف يتفرج. انت لولا وجود محمد عبد المنعم ياسر ابراهيم مش وحش يعني، مش هقول ان هو كارثه، يعني الراجل ما بيقدمش كارثه، بالعكس. وعادي جدا لما يبقى في خط دفاع بيخترق مره او مرتين او 3 مرات على مدار الماتش، ما ده طبيعي، ما دي كوره وفيها فوائد وفي ثغرات وانت بتلعب فاتح خطوطك كلها. انما المشكله الاكبر ان بقى حتى خط دفاعك ما عندوش ثقه في الجول كيبر اللي واقف وراه. انت النهارده الجون اللي داخل في النادي الاهلي، مع احترامي للشناوي، مع احترامي حارس دولي وعلى راسي وكل حاجه، بس انت النهارده الكره دي ما تخشش في عيل بيلعب في الناشئين. يعني ايه انا عشان في فرقه بتلعب قدام مني في الكورنر موقفه 3 4 قدامي حاجبين عني الرؤيه، ما اعرفش اطلع اضرب الكره بالبوكس، مش عارف اطلع بقف تحت ال3 خشبات بتوعي، على الاقل اشوف الكره رايحه فين واروح معاها. يعني ايه جون ايبوكا لما يخترق نفس الكره اللي دخلت في الشناوي الماتش اللي فات بالظبط يقف يتفرج عليها؟ ما هو مش طبيعي ان يبقى حارس مصر الاول والاوحد والبلا لا 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 كلها اللي بتطلع تتكلم في الاعلام والسوشيال ميديا لما بنتكلم وبنمدح في محمد الشناوي وقد ايه هو كان عظيم وقد ايه هو كان شايل الفرقه لموسم واثنين وقد ايه كان بيكسبك بطولات وشايل الفرقه فوق كتافه، على الرغم ان اللي كان بيلعب قدام منه مدافعين ممكن تكون اقل كواليتي من دلوقتي، يبقى ده محمد الشناوي بتاع دلوقتي. والاهلي لو فضل بالمستوى ده ولو فضل باللعيبه دي وما دعمش بالحاجات اللي الراجل عايزها، الدوري الثالث على التوالي هيضيع. ايا يكن مين هياخده، بس الدوري الثالث على التوالي هيضيع. هل النادي الاهلي هيبدا يغير في السكواد بتاعه الفتره الجايه؟ هل هنشوف اصلاحات؟ هل هنشوف الفرقه بتتغير؟ هل هنلبي طلبات الراجل ده؟ ولا هيتظلم زيه زي اي مدير فني جه ما تنفذلوش اللي هو عايزه وقال له معلش العب بالسكواد اللي عندك ودي القماشه المتاحه وده الماتيريال الموجود والكلام ده كله؟ هل هنشوف حلول لده الفتره الجايه؟ اتمنى. ولينا لقاء تاني ان شاء الله، وان شاء الله يكون الاهلي مستواه بدأ يتغير ونبدأ نشوف حاجات تانية ونبدأ نشوف الأهلي في حتة تانية زي ما احنا متعودين دايما على إن الأهلي كمستوى فني هو في حتة تانية بعيدا عن كل فرق الدوري المصري.